السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم احمد بريك. ان شاء الله ده اول فيديو ليا اشرح فيه ايفنت عن كونكر اونلاين، والفيديو دوت خاص بكاس العالم، وتحديدا النسخة التانية منه او او الجزء التاني منه. طيب فين الجزء الاولاني؟ الجزء الاولاني كان بادئ قبل كده، اللي احنا اخدنا منه الثوب اللي انا لابسه في الوقت الحالي. تمام. طيب هنشرح كل حاجة دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله، ويا ريت تستفيدوا والفيديو يكون مفيد ليكم. مبدئيا كده الايفنت موجود كالعاده في السوق زي ما هو، يعني الجيم محدد المكان دوت مثبته مش عارف ليه، بس ماشي ودي حاجه احسن يعني. كل المطلوب منك ان انت بتيجي عند البنت اللي اسمها سويه ديت وتكلمها، وتبدا تفتح معاك واجهه الايفنت ذات نفسه. تختار كلمه مجد النغمه، بيطلع لك الاختيارات دي كلها. المفروض ان الحاجات دي كلها انت تعملها كل يوم. طيب مبدئيا كده قصر الكابو ده معروف، يعني انت بتخش جوه وقصر جوه الكابو، وبتروح تكلم التمثال وبيدي لك الجائزه بتاعتك. طب بالنسبه لكلمه تدريب الكره واحد محاوله متبقيه، الخاصيه دي بالذات يا جماعه تقدر تخليها 7 محاوله متبقيه، كل يوم ليك محاوله، يعني انت تقدر تخليها تتراكم. وصل الفكره؟ يعني انت لو ملحقتش تعمل النهارده واليوم الجديد بدأ عليك، تقدر بكره تعمل مرتين ورا بعض عادي، مفيش منها مشكله. طيب نبدأ مثلا بالقصر الكابو. بصراحه كده انا شايف الايفنت دوت حاجه حلوه، وجوايزه المره دي جميله، خاصه ان انت تقدر تجيب لك درع مطيه 5 نجوم، يعني بسهوله شويه عن الايفنتات اللي فاتت. تمام. طيب هنيجي عند مغامرة الملعب. ده بقول لك يفتح خليهم ماشي، يركن دي معمولة. طيب عند دورة الكرة. تمام. وهندوس على سكيب عشان نخلص، وقول مثلا الجناح الايمن ماشي، خلينا من اهل اليمين. تمام. المفروض ان في كورة يعني واخدة حتى اسمك، يعني علينا هي كورة، بس ما علينا يعني. ده طلع وحش اقتله. وهنا نفضل ماشيين ورا الكرة لحد ما نشوف اخرتها ايه. المفروض اصلا هي الكرة كانت تتشاط، مش تفضل تمشي ده كله اصلا، بس ماشي. نمشي وراها تاني. وانت هتحول وحش ولا هنكلمك؟ هتحول لوحش. طب تمام كده الكورة كانت تمام، خلصت المهمة. المفروض ان هو يجي هنا ويشوط، يعني قال يعني هيشوط جون يعني، ما علينا. طيب انا هنا اخدت جوائز. اهم حاجة عندي في الجوائز دي كلها هي البوك بطل، لان دوت تقدر من خلاله تفتح باقي المميزات بتاعه تقدر تكمل ايفنت بشكل عام، وهشرحها دلوقتي. طب احنا هنا خلصنا هنا الايه، دورة الكرة دي خلصناها. تمام. طيب نيجي عند تدريب الكرة. تدريب الكرة ديت انا ليا محاولة واحدة. بص يا جماعة، تدريب الكرة ديت الهدف منها ان انت تفضل تنط على المربعات ديت لحد ما توصل عند كلمة تسديد وتقف عليها، بس ما تخليش ولا حارس من دول يلمسك. تمام. تمام. طبعا المربعات ديت يعني معظم الناس كانت عارفه هي بتشتغل ازاي، بس انا برضه هقولها مره تانية للناس اللي مش عارفه. فالخطوتين منك بخطوه واحده من الحارس اللي قدامك. يعني انا لو اتنقلت عند المربع ده وجيت هنا، هلاقي الحارس ده نط لي هنا. بص كده نط هنا. ليه؟ الهدف من ده كله ان الحارس يمسكك. لو مسكك هيتحسب له 1. تمام. هيبقى 1-0 ليه هو. طب لو الحارس جاب فيك 3، ساعتها انت المهمه دي كلها هتخلص، والمحاوله دي هتخلص وهتضطر تطلع بره. فانت المفروض ان انت تهرب منه او من الحراس كلهم بشكل عام لحد ما توصل للتسديد وتمسك التسديد ده. فانا كده فطيت هنا فهو جه ورايا. لو انا جيت هنا ورجعت تاني هيجي هو ورايا. خبطت انا كده مثلا هيجي هو في الحته اللي فوق اللي جالي. ماشي. تعالى كده اللي فوق نزل. لو جينا هنا كده هلاقي دوت نزل لي هنا. لو طلعت كده هلاقي ده طلع لي فوق تك، وادي التسديده. طيب انا كده وصلت التسديده، طلع لي هنا مؤشر على اليمين عمال سهم بيطلع وبينزل. لو انا دوست عند العلامه الصفرا ديت، المستطيل الاصفر ده، كده انا بشوط او بشوط بقوه كبيره. طيب المفروض في الطبيعي، او يعني هي بتبقى نسبه حظ،
زي مثلا 50%، يا اما الجون بيجي يا اما 50% الجون بيفشل. فانا عملتها المره دي فشلت. ايه نتيجه الفشل؟ ان كلمه تسديد اتنقلت على مربع تاني، ولحسن حظي ان انا جنبها، يعني انا كل اللي هعمله هفط عليها كمان فطه، وهاجي عند المؤشر الاصفر ده كده وادوس ايه تسديده. انا كده جبت جون، اتحسب لي هنا 1 والفريق ده كله 0. طيب ايه المطلوب مني تاني؟ هعيد نفس القصه دي تاني لحد لما ايه اخلص المحاوله بتاعتي. طيب في الوقت الحالي نخرج عشان نكمل باقي الشرح، وبعد كده نبقى ارجع اكمل ايه الايفنت. تمام. طيب ركلة بدء الجزاء، الركلة ديت مهمة جدا، وهي اصلا اللي من خلالها تقدر تجيب الدرع المطية ال5 نجوم. طب ازاي؟ بص انت مبدئيا اول ما بتلعب بتبقى هنا عند الاستاد ده. طب بص انا مش هشرح ده كله لان كده كده اصلا انا خلصتهم، فما اظنش ان انا ممكن اعرف اخشهم تاني، فانا هخليني في الاستاد اللي بعده. طيب الاستاد الجايزه بتاعته لو انا كسبته تمام، الجايزه بتاعت الاستاد دوت هتديني 72 بلوره، وهشرح لك بالظبط البلوره دي بتعمل ايه. طيب ايه الهدف من القصه دي كلها؟ ان انا هاجي عند الاستاد اللي عليه الدور يعني، وادوس على بدء المباراه. تمام. بص انا هنا عشان اشتغل هيستهلك مني 6 بوك، 6 بوك. عشان كده بقول لك البوك ده هو اصلا اساس اللعبه كلها، اساس الايفنت ده كله على بعضه. طيب لو انا سددت 5 تجوان ورا بعض من غير ما الحارس يمسك، من غير ما الحارس يصد الكوره، ساعتها هكون انا خلصت الاستاد ده وهتنقل الاستاد اللي بعده. وصلت؟ الاستاد اللي بعده اللي هو ده المقفول ده، ولو فزت فيه هاخد 108. يعني الاستاد ده انا حاليا في الاستاد ده، لو كسبته هاخد 72 بلوره، لو خسرت هفضل فيه لحد ما لازم اقفله، لازم اكسبه. والمكسب بتاعه عباره عن ان انا ادخل 5 تجوان ورا بعض من غير ما الحارس يصد ولا كره فيهم. طيب وضع زر اللي هو وضع البارك ده عباره عن زرار. الزرار ده بيعمل ايه؟ بيخلي الكوره صاروخ بالبلدي كده، يعني بدل ما مثلا الكرة تبقى بطيئة فالحارس ممكن يصدها، لا الكرة بتبقى سريعة جدا. وصلك؟ طب نجرب من غير الوضع ونجرب بالوضع. انا حاليا مستعد، هو هيسحب مني 6 بوك، هدوس ايه مستعد للايه للتسديد. هنا بيقول لي في 9 اماكن اهو، بيقول لي اختار تحب تسدد فين. فالموضوع كله عبارة عن تخمين، وانت ورزقك بقى، الحارس صد ما صدش فارزاق. انا حاليا مش مشغل وضع البرق، فاقول مثلا هنا الكورة ايه يعني، بص تحس انها بطيئة شوية. انا كده جبت جول عموما واتحسب لي جول فوق. طيب نشغل بقى وضع البارك واقول مثلا هنا اتصدت، مع انها كانت سريعة بس اتصدت. طيب انا كده خسرت، بس مع ذلك انا خدت عملات، خدت 30 عملة كرة بقدر اشتري منها جوائز من المتجر، وخدت اللي هي ايه نقطة جزاء ديت، معرفش لسه بتعمل حتى الان بس هنكتشفها. طيب انا كده خسرت، اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل تحدي مجدد انا عادي. طب ايه اللي هيحصل؟ هيستهلك مني 6 بوك تاني لان انا خسرت، والجول اللي انا جبته ده هيتشال. هرجع من الصفر تاني، هدوس مستعد للتسديد، رجعت للصفر تاني. انا هنا في الترتيب بتاعي صفر خالص، لسه ما جبتش ولا جول. تمام. هقول له تعالى هنا مثلا، ادي كده اول جول اتحسب لي. هو الموضوع بيبقى حظ. تمام. وانت ورزقك بقى، يعني ممكن مثلا خلينا في النص هنا، وكويس ان هو ما صدهاش. نختار هدي لان ما بقتش احب انا المكان ده، بحس ان هو بيخسرني. تمام. نعمل تسديد كمان. هو اصلا حركاته غير متوقعه يعني، الجول ده الحارس دوت بينط في اي اتجاه كده وخلاص هو صدها، يعني مش هنخلص منك. هي الفكره كلها تبقى حظوظ يعني. تمام. فانت ورزقك، بس انت كده فهمت الهدف من يعني ايه موضوع التسديد ده. تعالى هنا مثلا تصدق. طب خلاص احنا كده مش نصيب النهارده، انهاء. طيب اقدر ارجع لها تاني في اي وقت على فكره يا شباب، لو حبيت اخش تاني عادي، مادام معايا البوك اقدر اخش عادي في اي وقت مفيش مشكله. طيب يبقى احنا كده عرفنا ده بيعمل ايه. طيب بالنسبه لتشجيع محظوظ، ده بمجرد ما بتدوس عليه هو اوتوماتيك بيوديك عند الشخصيه او القطه الصغيره ديت، وبتمشي بتتبع الكلام اللي هو بتظهره لك يعني.
انت اصلا بمجرد ما بتكلمها بتقول لها استلم الباقه، فانت بمجرد ما تستلم الباقه بيدي لك عملات عشوائيه، يعني مش كل يوم بتاخد نفس عدد العملات، لا انت وحظك. طيب انا خدت الباقه فتحتها اداني 125 عمله، بمجرد ما ادوس عليها كليك يمين يبقى ال 125 عمله دخلوا كده ايه في الاكونت بتاعي. طيب بستخدمهم ازاي؟ انا اصلا اول ما دوست اوكي فتح لي الصفحه بتاعه التشجيع اللي انا بستخدم فيها العملات. طيب كده الصفحه دي اشتغلت. طيب الايفنت الكاس العالم ده احنا قلنا كان شغال على دفعتين، الدفعه اللي هي تدي لك الثوب 3 نجوم او 5 نجوم، واللي هو يعني الجزء الاولاني. والجزء الاولاني ده كان شغال، خد بالك انا بقول لك كان تمام، كان شغال من 9/6 في الشهر لحد 22/6 والموضوع انتهى خلاص. الجزء التاني شغال من يوم 30/6 لحد 20/7، يعني معاك حوالي 20 يوم 20 يوم 20 يوم. طيب ده الجزء التاني تمام. طيب انا فتحت الصفحة بتاعت التشجيع، كل المطلوب مني ان انا انزل تحت. انا معايا حاليا كام نقطة تشجيع؟ معايا 190 نقطة، هي موجودة فوقها 190 نقطة. طيب اشجع ازاي؟ بص انت معاك ده فرقة اتنين ودي التالتة تمام. طيب اشجع فين؟ بص اللي فوق دي ما ينفعش اشجع فيها، ليه؟ لان انا دخلت متأخر. طب عرفت منين؟ التوقيت بتاعها مصفر صفار 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 صفار، ده معناه ان انا خلاص الحدث بتاع الماتش دوت مش ينفع اشجعه، لان حاليا هتلاقي الماتش شغال اساسا يعني. فده الماتش لسه فاضل عليه ساعة 3 ساعات الا ربع ويبدأ، ودوت فاضل عليه ايه 7 ساعات الا ربع ويبدأ. فانت تقدر تشجع هنا تقدر تشجع هنا تمام. فاختار اللي يعجبك، يعني انا ممكن مثلا اشجع هنا ماشي. وطريقة التشجيع ان انت بتيجي عند الكلمة اللي اسمها تشار ديت او اللي شبه العصاية ديت وتدوس عليها وتقول له وتكتب هنا انت عايز تشجع بكام نقطة. انا معايا 190 نقطة، ممكن اشجع ب10، ممكن اشجع ب20 ب30 بمزاجي انا وبراحتي بقى. فشجع بالطريقة اللي انت عايز ايه تشجع بيها، ايا كان النقاط اللي هتكتبها ايه. بعد ما تختار يعني تكتب النقاط وتدوس على سبميت كلمة ديت او الزرار دوت بالشكل ده، انت كده حطيت نقاط في التشجيع للفريق اللي انت اخترته. طيب حتى النقاط اتخصمت من هنا تمام. طيب ده يبقى انا شجعت الفريق ده، وهنا يبقى انا شجعت الفريق اليو اس اي. لكن لو انا شجعت اللي في النص ده معناه ان هيكون في تعادل ما بينهم وبين بعض. طيب الجوائز بتاعتهم ايه؟ صراحة انا معرفش الجوائز بتاعت التشجيع ايه، لان تقريبا هي مش مذكورة هنا. طيب لكن الجوائز بتاعت الايفنت بشكل عام، فطبعا احنا قلنا الجزء الاولاني كان بيديلك الثوب ال5 نجوم، وكان بيديلك معاه الجناح اللي هو الجناح لونه اصفر ده. طيب الحدث اللي احنا فيه حالي بقى هتاخد من خلاله درع المطية اللي هو ده، نطلع فوق سنة كمان درع المطية ده تمام. وكمان في حاجات تانية برضو جميلة في من ضمن الجوائز بصراحة عجبتني جدا يعني. الصندوق ده بمجرد ما تفتحه اصلا هو بيديك اختيارات، بيقول لك لو انت عايز تبدل الصندوق دوت بجزء من درع مطية 5 نجوم، خد بالك انا بقول لك جزء تمام، في نفس الوقت ان الجزء دوت انت محتاج تجمع منه 50 جزء علشان تحوله درع مطية دايم تمام. او تبدل الصندوق ده اللي احنا فتحناه بجزء اسمه فولي. طب ايه جزء فولي ده للناس اللي مش عارفة؟ طيب بص يا برنس الجيل، لو جينا عند دولاب الملابس خلينا كده ناخدها واحدة واحدة تمام. لو جينا عند المطية وجينا عند 5 نجوم هنلاقي الدرع، هنلاقي المطية بتاعتك ال5 نجوم، هي دي شكل المطية، كورة شكلها كده يعني ظريف شوية. طب الفولي ده اللي هو ايه بقى؟ الفولي دوت اللي هو حاجة كده من ضمن المجموعات، يعني لو جينا نختار هنا هنلاقي الفولي هنا اهو، هو ده الفولي، حارس كده منظر بيمشي وراك ويتنطط وراك وكده يعني. فبصراحة انا واحد من الناس شايف ان الفولي ده حاجة كويسة، يعني على الاقل انت تقدر تجمع منه شوية تمام. في نفس الوقت انت محتاج تجيب 100 جزء، يعني حتى لو انت مش هتقدر تجيب 100 جزء في الايفنت ده، ففيما بعد بينزل احداث تانية ممكن تديلك صندوق اختياري، فساعتها تقدر تكمل الفولي. يعني انا واحد من الناس كنت جايب 20 جزء من من ويكينج ده، اسمه جزء ويكينج، معرفش ايه اللي مسمى الغريب ده بس ماشي يعني، كنت جايبه من حدث فات يعني. فلما بينزل احداث تانية مثلا لو متاح ليا ان انا هجيبه عشان اكمل 100 جزء فيبقى معايا دايم يعني. طيب يبقى ده كده الايه الجزء اللي اسمه فولي، وادي درع المطية.
تمام، اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب في كمان لقب، يعني برضو في حاجه عشان ما مش تفوتك، في لقب برضو زي مثلا، هو هنا حاطط لك اللقب، اي نعم اسمه عبيط شويه بس مش مشكله. ده هو حتى يعني حتى اللغه العربيه بتاعته عيانه اساسا، بس فيما معناه يعني لقب جديد يعني حاجه نظيفه يعني. طيب وفي نفس الوقت في كمان جناح اللي احنا قلنا عليه، اللي هو كان اسمه ده تقريبا، هو ده الجناح. تمام، انزل من على ده، شيل اللقب ده كده، ليه الجناح ايه بتاعك. حاجه كده بصراحه يعني انا شايفها لطيفه وشكلها حلو يعني، مش بطاله. دي الجوائز بتاعه الايه، بتاعه الترتيب لو انت رتبت في الحدث. لكن في نفس الوقت ما تنساش ان الصندوق ده تقدر من خلاله تجمع الاجزاء دي، فدي برضو نقطه كويسه. طيب العمله اللي هي دي معروفه، احنا يعني بيتهيألي اتعاملنا مع الاحداث اللي من النوع ده كتير. كل ما تجمع عملات اكتر، كل ما تقدر تشتري الموارد ديت بكميه اكبر شويه. وطبعا انت معاك كده كده كميه محدوده، يعني في حاجات محدوده وفي حاجات لا محدوده. الميداليه ديت انت اخرك تشتري منها 1000 واحده، والواحده ب7 عملات، يعني مليار تقدم، مش تقدم انا اسف، مليار تبرع في طبقه النبلاء. لو انت مثلا اكونت نوب مش فارس اصلا ولا حاجه، فانت ممكن تجيب مليار وتتبرع بيه. فطبعا انت مش هتبقى دوك اصلا، لان كده كده اقل دوك مليارات. بس الفكره انك انت تقدر ترفع اكونت على الاقل كنت اللي هو ب 200 مليون يعني، فاهمني؟ وحتى لو اكونت نوب ملوش صنف اللازمه يعني. في ناس تانية ممكن تستغل الحدث في جواهر الطلسم. انت معاك حتى 3000 جواهر الطلسم، ال 3000 دول تمنهم كلهم على بعض 6000 عمله، يعني اقل اصلا من التبرع. ودي تنفع جدا في طريقه الطلاسم بتاعتك. يعني انا واحد من الناس لما كنت بحب اظبط شويه طلاسم، كنت بجيب الموضوع الطلسم ده منه كتير، كنت اجيب وارمي. يعني ال 3000 بتقدم 30000 نقطه. فالموضوع ده مفيد جدا بصراحه يعني هقول لك مش مفيد، لا هو مفيد للناس اللي هي ايه، عايزه ترفع الطلاسم بتاعتها يعني. طيب بالنسبه لباقي الجوائز التانية، طبعا انت معاك الفاكهه، يعني انا بصراحه شايف ان هي غاليه شويه، فلا انا ما انصحش بيها. انا كاحمد بريك لا ما اشتريهاش يعني، عادي مش فارقه معايا في موضوع الفاكهه اصلا، مع ان انا يهمني الخانات بتاعت الطلاسم ان انا افتحها. بس لا انا مش هصرف الكميه دي كلها على 500 فاكهه، شايفها فكسانه شويه. طبعا الحاجات دي الجواز دي احنا عارفينها طبعا. بالنسبه للمظاهر هنا بقى نيجي للايه، للبلورة الجايزه ذات نفسها بقى. البلوره اللي انا كنت بقول لك عليها ان هي دي اهم حاجه اصلا في الحدث كله، او معنى صح ان دي حاجه مهمه من ضمن الحدث يعني. ده غير ان في بوك برضه، وده حاجه مهمه يعني. البلوره ديت انت كل ما تجمع منها كتير، كل ما تقدر تشتري الحاجتين دول. خد بالك انا حاليا بقول لك الحاجتين دول لسبب ان احنا الناس ما بتشحنش اساسا. فموضوع ان انا اوصل ل 18000 نقطة بالنسبة لي كأحمد بريك هتبقى صعبة. فدول انا مش هفتحهم كده كده اصلا. فانا اصلا يائس في الموضوع ده، عشان مش هفكر ان انا اشحن عشان افتحها اساسا يعني. طيب المهم، دي ميدالية التبرع. انت تقدر، احنا قلنا انت هنا تقدر تجمع مليار، تمام. طب لو انت بقى معاك حاجات من بلورة من دي كتير، وانت واحد من الناس عايز ترفع دوك او عايز تنجز، خد بالك بقى من الحتة دي، تنجز وترفع دوك، لان انت في فرق بينك وبين الدوك مسافة كبيرة جدا. انا بتكلم عن نفسي او عن الناس اللي شبهي، يعني انا واحد من الناس التبرع بتاعي اصلا عيان خالص. انا بيني وبين الدوك 41 مليار، وسيبك من 29 مليون، قول 41 مليار، يعني فرق شاسع جدا. تمام. فلو انا طبعا يعني فكرت ارفع دوك، هو طبعا مش هيكون من حدث واحد، هيبقى من عدة احداث كتير. واقعد اشتري بقى الميدالية، لازم اكون مقفلها. في نفس الوقت الحدث ده اول مرة ينزل لك ان انت تشتري حاجة زي كده بلا حدود. يعني انت لو معاك مليون بلورة من دي او 10000 بلورة، فانت عيش حياتك يا معلم، انت كده بقيت غني يعني، بقيت حاجة حلوة مش حاجة وحشة يعني. المهم، نيجي بقى للجزء بتاع العجلة بقى. احنا اتفقنا ان الصندوق دوت تقدر تفتحه وتختار منه الجزء ده، العجلة دي. ولو جمعت 50 جزء هتحوله العجلة 5 نجوم دائمة. بلاش كلمة عجلة عشان الناس ما تستغربش من الكلمة، مع ان انا شايفها شبه العجلة شوية، بس ماشي يعني. درع المطية، هنخلينا نقول باسمه الحقيقي، هو درع المطية. لو جمعت 50 جزء هتقدر تجيب درع المطية. طيب
في نفس الوقت انت ممكن تشتري الاجزاء ديت من هنا عن طريق البلوره، كل جزء بيكلفك 100 بلوره. طب ماشي، انت هتقول لي انا هجيب البلورات دي منين برضو؟ يعني في واحد من الناس ممكن يكون ما خدش باله من الفيديو فنسي اصلا البلوره بتيجي منين. فاحب اقولها لك مره تانية، احنا هنفتح الحدث ثم نروح عند هي راحت فين؟ هنا عند الاستاد ذات نفسه. احنا قلنا البلوره بتيجي منين؟ لما بتقفل الاستاد يعني هتاخد 72 بلوره، وكل استاد تقفله هتاخد عدد بلورات اكتر. يعني الاستاد ده لو قفلته هتاخد 108، غير ان انت هتاخد هنا 72 اصلا، وده هتاخد منه 134، وده هتاخد منه 160. اقعد بقى جمع بقى، يعني انت حتى لو فضلت تمشي في يعني انا مش عارف دي ماشيه ازاي. ديت ثم ديت 240، وبعد كده نط 990، وبعد كده 2700. يعني بص 11400 ده ازاي؟ اكيد دي صعبه، يعني اكيد انت عشان تقفل الاستاد ده وتاخد الجائزه دي اكيد الموضوع ده هيبقى صعب. ومعرفش ساعتها هيقول لك لازم تسدد 5 اجوال متتاليين، ولا ممكن يقول لك لا يا باشا انت 10 اجوال. اصل هو هيديك جايزه ضخمه 10000 11400. يعني انت بتتكلم في اصلا هتكون انت اشتريت، يعني انت عايز انت عايز كام واحده من ديت؟ عايز من ديت 5000 واحده. عايز 5000 واحده عشان تجيب درع مطيه 5 نجوم، 5000 بلوره. انت هتاخد 11400، يعني هنجيب لك 2 درع مطيه. والمفاجأة الحلوة ان تقريبا او بنسبة كبيرة جدا درع المطية ده هيبقى حر مش مقيد، يعني السوق هيتغرق دروع مطية من النوع ده. في نفس الوقت انت ممكن تعمل حدث دوت لاكتر من اكونت وتطلع بمصلحة جامدة وتبيع في السوق. اي نعم السعر هيرخص لان الناس كلها هتعمل نفس الفكرة وكلهم هيبيعوا، فهيبقى في منافسة على الموضوع ده بالذات. فممكن اصلا البيع يبقى تقيل شوية، ولو بعت هتبيع برخيص، بس حاجة ببلاش احسن من مفيش خالص. ده وجهة نظري. لو جينا عند المتجر الاخير دوت اللي هو طبعا مليان حاجات حلوه بسعر رخيص، بس عشان تفتحه لازم توصل 36,000 نقطه تقدم. طب التقدم ده اصلا تعرفه منين؟ بتجيبه ازاي؟ الحاجات دي بقى مهمه جدا، اللي هو التقدم ده خدت بالك بقى. طب بتجيبه منين؟ بتجيبه عن طريق التسديد، اللي هو لا مش ديت، اللي هو الاستاد ده. كل ما تقفل في الاستاد وكل ما تجيب يعني كل ما تعدي تقفل استاد خالص، اللي هو مثلا تجيب 5 اهداف متتاليه وتكسب، بتبدا تاخد نقاط عليه حلوه. تمام. 995 نقطه اللي هم دول. انا كده عرفت النجوم دي بتعمل ايه. هي دي النجوم اللي احنا بنتكلم فيها. فالموضوع حلو، وانا شايف الحدث ده جميل بصراحه. وكمان الدرع المطيه فري، يعني على ما اعتقد ان هو فري، لان هو حتى مش كاتب عليه مقيد. فتقدر تستغل حاجه زي كده بان انت مثلا تعمل لك 10 اكونتات، 20 اكونت، 100 اكونت. الموضوع بالنسبه لك يبقى سهل وبسيط، وكمان مش لازم تكون سكند اصلا، لان انت كده كده ممكن باي نوب صغير يبقى مستوى 80 يخش يعمل ايفنت بمنتهى السهوله ويخرج، لانك مش هتقتل وحوش اصلا جوه في الحدث، غير الوحوش اللي كانت في الملعب. لو انت تفتكرها كانت وحوش ضعيفه شويه، حتى لو كانت قويه بالنسبه لك، فانت الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى متعب. انت لو رفعت الاكونت مستوى 100 ولبست برج مروحه الموضوع بالنسبه لك خلص، ده لو حتى من غير ريبورن يعني. نيجي بقى للجوائز العاديه اللي احنا بنشوفها زي كل مره، ان انت كل ما توصل 1000 تقدم هتاخد لك الباقه ديت، ولما توصل ل 10000 نقطه تقدم هتاخد 100 بلوره مع حجر النجم المشع والخ مع باقي النقاط. كل ما تعلى في النقاط كل ما تاخد الجائزه بتاعتها اعلى. طيب بالنسبه لجائزه الترتيب، فالترتيب ده للناس الاغنياء يعني بالبلدي كده. تمام. وحتى من ضمنهم الجناح اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الحاجه الفخمه دي. فمش اي حد هيكون مع الجناح ده، الناس المميزه بس هي اللي هتكون معاها الجناح ده. المركز الاول بياخد جناح دايم، ودي حاجه معروفه لانه طبعا بيدفع مبالغ كبيره، فمش هياخد حاجه كده مؤقته. المركز التاني بياخد برضو نفس الجناح لكن لمدة 360 يوم، يعني سنة إلا 5 أيام. يعني كنت خليها 5 أيام كمان، زود 5 أيام عليهم حتى، يعني بخيل في 5 أيام ماشي. أما بالنسبة ده المركز التاني والتالت، أنا آسف مش التاني بس، ده التاني والتالت. أما بالنسبة للمركز الرابع والخامس والسادس فهتاخد برضو إيه الجناح مع خاصية إن أنت لمدة 180 يوم بس. بالنسبة للمركز السابع لحد المركز العاشر فهتاخد برضو الجناح لمدة 90 يوم فقط.
باختلاف الانايم واختلاف باقي المميزات. يعني انت المركز الاول بياخد انيما 11، المركز التاني والتالت بياخد انيما واحدة لكن مستوى 10، واللي بعد كده انيما 9، واللي بعد كده برضو انيما 9. فرقت ايه؟ ما فرقتش حاجة. الفرق بين ده وبين دوت هو يعتبر الميدالية. طبعا المركز الاول كالعادة يعني هياخد مليار كامل تبرع في طبقة النبلاء، اللي هو دوق امير ملك كده يعني. معدن الخلود دوت لا ترميم استخدامه لتعدل اثر بثلاث سمات واتنين سمات فائدة قصوى ذهبية عادية. ده مهم جدا للناس اللي معاها اثارات عالية. حاجة هتبقى مفيدة ليهم جدا جدا يعني، على حسب ما انا شايف ان انت بتقدر تعدل في السمات بتاعتك بسهولة. دي حاجة مفيدة ليهم جدا يعني، لان الاثر بالذات لما يكون في مثلا تريبل، يعني 3 حاجات مكتملين او 4 حاجات او 5 حاجات، ودي حاجة اصلا ما شفتهاش في عربي يعني، تقريبا موجودة في انجليزي. فلما تحب تيجي تعدل في سمة من السمات وتحافظ على جودتها، فانت محتاج المعدن ده. يعني مش هترجع تبدأ من الصفر تاني، لا انت جايب مثلا هجوم مكتمل في الاثر بتاعك، ممكن تبدله بحصانة مكتملة برضو عادي منتهى السهولة. وده فايدة المعدن على ما اعتقد، علشان برضو انا ما جربتوش وما وقعش تحت ايدي قبل كده بصراحة يعني. ده معدن نفس القصة بس ايه حاجات اقل شوية. طيب ده بالنسبة للترتيب العالمي. الترتيب العالمي ده بشكل عام يا جماعة ان هو بيكون ترتيب على جميع الالعاب. يعني انت عندك كونكر اصلا ديت ممتدة لكونكر عربي وانجليزي صيني فرنساوي والاسباني تقريبا، ففي كذا اصدار يعني او كذا لغة منها. فالترتيب العالمي اللي هو بيكون مسيطر عليهم هم الكل، ودي اصلا حاجة خيالية يعني. بس يلا مش عارف الناس بتجيب فلوس منين، بس قشطة. الترتيب الاقليمي بقى جوايزه بتاخد باقة اختيار، بس بتاخد 100 باقة. يعني انت ممكن تشتري اللي هو ايه الفولي ده بسهولة عادي جدا، لان انت معاك 100 باقة، يعني 100 معاك 100 جزء اصلا يعني. فانت مش محتاج غير المركز ده بس، والموضوع بالنسبة لك هيعتبر خلص اصلا يعني. اللي هو المجموعة، يعني ممكن تشتري مجموعة دي. انا عندي هنا 0 انت بمجرد ما تاخد ال 100 باقة خلاص انت جبت اللي هو البودنج بوبي ده كامل اصلا يعني. ما انت كل صندوق بجزء، وانت خدت 100 صندوق يعني 100 جزء. فالموضوع بالنسبة لك اكنك اشتريت ايه شخصية كاملة من شخصيات المجموعة. بيتهيألي دي كده اصلا الترتيبات المفيدة. كان في كمان ترتيب اللي هو ايه، استنى انت يا عم انت، احنا مش بتوع الحاجات دي. الترتيب المحلي ده بقى لو انت بتبقى الترتيب الاول لحد العاشر بس على مستوى السيرفر بتاعك انت، تمام. طيب الترتيب المحلي انت جاي المركز الاول بياخد 10 صناديق، اللي هو الصندوق اللي احنا قلنا عليه ده باخد منه 10. لو جبت لك منه مثلا بدلته هنا يعني هتاخد لك 20 جزء فولي اصلا يعني، ده لو انت خدت المركز الاول يعني، بس المركز الاول على مستوى السيرفر بتاعك. طيب عرض الترتيبات ده لو انت حابب تعرف انت مكانك فين في وسط الناس اللي معاك، فانت الترتيب بتاعك بيظهر هنا. بس من شروط الترتيب ان انت لازم توصل تقدم 30,000. يعني هو هنا كاتب لك حتى ايه، ان انت اسمك مش هيتكتب في الترتيب الا لما تكون جايب 30,000 نقطة. وزي ما قلت لك النقاط ديت اللي هي موجودة هنا، اللي انا جايب منها 995. ده كده الايفنت. يا ريت تكونوا استفدتوا والايفنت عجبكم، وان شاء الله تكونوا كلكم تستفيدوا من الايفنت ده جامد وتطلعوا من وراه احسن دروع مطية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.